مكملين برنامج قناطر الليل مع الشاعرة والإعلامية غادة فؤاد السمان، وانضم لنا الفنان الحلبي علاء جركس. أهلا وسهلا فيك معنا. ونحن اليوم سعيدين، في عنا موهبة صغيرة كتير مميزة. ست غادة يمن. يمن بونسوار، مساء الخير يمن. بونسوارين. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. شو بدك تعمل اليوم معنا؟ بدي أغني. بدك تغني. شو بدك تغني؟ أنا بدي أغني على النبي. بدك تغني عن النبي. مين بيعلمك تغني يمن؟ بابا. البابا. شو بيغنجوك انت؟ يمون او شو؟ يمن. يمن. ما بيغنجوك؟ دلعوك. شو بيدلعوك؟ عن كل شيء. كل شيء. شو عندك اخوة يمون؟ نعم. اثنين. شو اسمهم؟ لين وليلى. دين وليلى. وقد ايه عمرك؟ 5 سنين. 5 سنين. محمد سي انك قد ايه تسمعي. صار لك بتغني يمن؟ 5 سنين صار لك بتغني؟ يعني انت بلشت بالغنى، ما بلشت بالمكاغا. قبل ما تكاغي كنت عم بتغني. عندنا الحلبية هيك يردعون المغنى. أنا أول ما اكتشفت موهبته كان عمره شهور، يعني 7-8 شهور. أنا عم أحفظ أغنية، شفت إني هو عنده إذن موسيقية. صحيح. يمن، انت بتغني لأنه انت بتحب تغني ولا بابا؟ أنا بقول لك ادرس وتعلم. البابا بيعلمك. بعدين تغني. أغني. بدنا بتغني نسمع. بالمدرسة؟ بتغني لهم؟ بيعرفوا انه صوتك كل يوم بغني له. بيحبوا صوتك بالمدرسة؟ رفقاتك بيزقفوا لك بس تغني؟ ولا معلمة بتحبك؟ وانت بتحبه؟ يلا سمعنا، شو بدك بدي تسمعنا؟ أوجه لهم تحية كمان لمعلماته، كثير عم بديروا بالهم عليه وكمان للأستاذ علي. بوجه له تحية، مدير المدرسة. هلا هو صار نجم الصف. حلو حلو. يمن. يلا سمعنا. غني عن النبي. عالنبي يا عالنبي يا خدود الحلاوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلاوة. عالنبي يا عالنبي يا خدود الحلاوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلاوة. يرضيكوا الحلاوة يسيبني النار اللي بتدوبني، يرضيكوا الحلاوة يسيبني النار اللي بتدوبني. ايه قصده الحلاوة، ايه قصده الحلاوة. وتميل العيون على الخد وتشاهد جناين ورده، وتميل العيون على الخد وتشاهد جناين ورده، ونساي مهبير بيعدوا لو فاتوا الحلاوة. وتميل العيون على الخد وتشاهد جناين ورده، وتميل العيون على خده وتشاهد جناين ورده، ونسايم عبير بيعدوا لو فاتوا الحلاوة. وتهل الروايح منه وبيسأل عليلك منه، وتهل الروايح منه وبيسأل عليلك منه، وتأكد معارف إنه أمورة وحلاوة. يرضيكوا الحلاوة يسيبني النار اللي بتدوبني، يرضيكوا الحلاوة يسيبني النار اللي بتدوبني. ايه قصده الحلاوة، ايه قصده الحلاوة. وعيونه يا ناس أحيانا بتصحي قلوب ناسانا، وعيونه يا ناس أحيانا بتصحي قلوب
نسانا يا مصبح علينا أمانة لا توصي الحلاوة حلاوة وعيونه يا ناس أحيانا بتصحي قلوب نسانا وعيونه يا ناس أحيانا بتصحي قلوب نسانا يا مصبح علينا أمانة لا توصي الحلاوة حلاوة وتقول له إن في أحباب فاتحين للمحبة الباب وتقول له إن في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ونجاش الحلاوة يرضيكوا الحلاوة يسيبني النار اللي بتدوبني يرضيكوا الحلاوة يسيبني النار اللي بتدوبني قصده الحلاوة قصده الحلاوة. قديش بياخد معه وقت يمان ليحفظ الأغنية، وخاصة انه هيك اغاني يعني للكبار صحيح صعب عليهم بدهم وقت ليحفظون. صحيح. هو مجرد ما سمع مني الاغنيه بيحفظها. في اغاني كثير انا مغنيها بلاقي حافظها هو قبل ما انا احفظها اياها. بشوفه عم بيردد. هلا هديك يا سيد الحبايب كان عم بيغنيها لأمه أمه فورا حفظتها منه. ست الحبايب يا حبيبة، تتذكر شو بتقول الكلام يمان؟ شو بتقول؟ سمعنا شقوقة منه. ايه يا ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا رب يخليكي يا أمي يا رب يخليكي يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحميني الهم ببالي. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحميني الهم ببالي. أنا موت سرير وتباتي تفكري أنا موت سرير وتباتي تفكري تصحي بالأذان وتيجي تشقري يا ربي خليكي يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. برافو برافو يا مان. يا يمان. هو قرر انه بده يغنيها وغنيها. ايه برافو. يا مان. اسبوع تقريبا او ايام 3 ايام حسب ما هو يكون سامعها مني منيح. مثل ما قال لك يعني انا بغني الاغنيه انا لامي بعيد الام المضي مو هذا المضي اللي قبله كمان كان عمره 4 سنين. سمعها مني وقال لي بابا انا بدي اغني هالاغنيه. ايه ليش مهم ست غادة الاهل؟ هلا ممكن هالموهبه هيدي تكون موجوده بس لو ما بيو عنده القواعد الاساسيه لانه يقدر يطورها بعتقد كانت تاخرت كثير لتكتشف شو رايك يعني. بهالبرامج اللي عم بتضوي على صغار عم بيغنوا، خاصة عم بيغنوا يمكن اعمال كثير اكبر منهم وبتحمل حقيقة مفاجأة هن عم يكونوا مفاجأة. هلا مثل هالطفل هيدا مفاجأة لأنه الأجمل هلا الصوت يمكن بعده الصوت كتير كتير ضايع لسه ما له معالم الصوت بس الأجمل إحساسه شعوره تفاعله مع المفردة يعني قد ايه عم يحس بالكلمه والغناء السليم ايضا عم يغني النوتات صح صحيح بعدين كيف عم يقدر يجيب الجواب والقرار هو منهم سهلين يعني مش اي كبار بتلاقيهم ومتدربين ومتمرنين ومش قدرانين يجيبوا لحظه ليش يا مان عم تضحك ليه ضحكت هلا مبسوط انه عم ينحكى عنه الكلام شو عم بتدل علي حبك حبيته لعمو جابرييل استاذ جابرييل
هلا شوفي حكيتي نقطة مهمة جدا ستنا. لو ما انا هلا كنا بالسيارة نحن جايين لهون، قلت له لصديقي، قلت له لو ما انا بعزف عود دارس موسيقى ما قدرت اطور هالموهبة طبعاً. أبداً. ولا طبعاً. رح اكتشفها. يعني صح كيف بدي اخليه يغني؟ كيف بدي ادرسه اذا انا مالي عازف؟ صحيح ولو انا اذا مطرب بس ما بعزف، كيف بدي اعطيه انا العلامة يقولها صح؟ صح. هيك صحيح بتحكي، يعني اصبتي في هذا بدنا الكلام. نسمع الاب هلا، نسمع المنبع، انه سمعنا الطفل الفرع، بدنا نسمع الاصل. شو بتحبوا نسمعكم؟ يعني